رجل من جبال الأطلس ادعى الإصلاح وأسس حركة قلبت موازين المغرب كامل. سلام الله عليكم ومرحبا بكم في جديد على تاريخ المغرب. بداية القرن 12 الميلادي والمغرب تحت الحكم مرابطين، بان واحد الشاب سميتو محمد بن تمرت. تولد تقريبا سنة 1800 ميلادية في جنوب المغرب. من صغره كان معروف بالذكاء وحب العلم. سافر للمشرق العربي، مكة، بغداد، وربما حتى الشام، وتأثر بالمدارس الفكرية ديال ذاك العصر. منين رجع للمغرب ما كانش ساكت، بدا كينتقد بعض مظاهر الحكم عند المرابطين، وكيقول بلي خاص رجوع صارم لتوحيد الخليط وتصحيح العقيدة. الدعوة ديالو ما كانتش سهلة، تعرض للنف والمضايقات، ولكن ما استسلمش. مشى لجبال الأطلس وتحرير منطقة تشينمن، وهناك بدا كيجمع الأنصار ديالو. دار تنظيم قوي، مجلس للشورى، تراتبية واضحة، وطاعة صارمة ليه. وماشي غير هكا، حتى أعلن أنه هو المهدي المنتظر. وهنا الحركة ولات عندها بعد ديني وسياسي كبير. الصدام مع المرابطين كان هو لا بد منه، وقعت معارك دامية، لكن قبل ما يشوف النصر النهائي ديالو توفى سنة 1200 ميلادية. الكثير ظن أن الحركة غادي تنتهي، ولكن التلميذ ديالو عبد المولى بن علي، بالمناسبة غادي نديرو ليه ريل خاص به، خدا القيادة، حول الدعوة لدولة منظمة، وأسقط المرابطين ودخل مراكش سنة 1147 ميلادية. وبالتالي من جبال الأطلس تولدت إمبراطورية وصلت الأندلس.